بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله، كده بصحة وسعادة وهنا ان شاء الله. انا هعمل كيكة الرواني، بنحبها قوي احسن من الكيكة العادية، يعني كلها بتبقى حلوة يعني، بس دي بتبقى فيها خشونة كده، بتبقى طعمها حلو قوي. انا حطيت كوباية ونص السكر اهو، وهعملها ببيضة واحدة اهي، بيضة مفيش غيرها اهي. تمام. وهعملها بالمضرب المضرب اليدوي ده، مش هحطها في الخلاط ولا هعمل فيها حاجة. تمام. هحط لها بس نقطتين فانيليا. انا ما عنديش فانيليا بيضه، بس هي هحط لها نقطتين من دي، لان ده اصلا يعني ايه، دي بيضه واحده، مش محتاجه، مش هتبقى زفر ولا حاجه. تمام. وهضربهم كويس بالمضرب ده، وبعدين احط عليهم ايه، الزيت. شايفين حبايبي؟ ضربتها بالمضرب اليدوي دوت لحد ما ابيضت اهي، واحط كوبايه الا حاجه بسيطه زيت اهي. نعمل صينيه كبيره، وافضل اضرب برضو فيها لحد ايه ما يندمج كله مع بعضه كده. شايفين بقت الزيت مش باين خالص ازاي فيها. وهنا 3 كوباية ونص سميد وكوباية ونص دقيق. مش هعملها كمان ببيكنج باودر، هعملها بالكربونات اهو، معلقة الا يعني اعتبر نص معلقة. هحللها رخرة في المنخل. اتفرجوا بقى على احلى كيكة الرواني دي، بتبقى طعمها جميل قوي. وهقلبها طبعا ايه. وهنا حاطه كوبايه ونص لبن وعليهم معلقه سمنه، مدفياها على النار، خلي بالكم. واحط الدقيق واحده واحده كده واقلب. حبايبي شايفين؟ لما صلي على النبي حطيت الدقيق واحده واحده لحد ما الدب ما حطيته كله. شايفين تبقى كده يعني، متبقاش تخينه ولا تبقى خفيفه اهي. وانا دهنه الصينيه حته سمنه ورشها بدقيق. هفضيها فوق في الفرن، افضيها في الصينيه ومشغله الفرن. اتفرجوا بقى على احلى كيكه رواني، يا سلام. بتبقى عسل قوي. نسيت احط معلقه خل، هحط معلقه خل يا حبايبي، معلقتين خل اهم. ما بيعملش حاجه الخل، مش لما صلي على النبي بيبيضها وبيخلي بص بيضة ازاي وانا بقلب، وبيخلي الكيكه بيضه، وبيخلي الخميره تشتغل البيكنج باودر. بصوا عملت ازاي، زي ما يكون فارت اهي. هحطها في الصينيه على طول وهزقها في الفرن. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اهي شايفين اهو، شايفين بيبقى تخنار كده. صينيه كبيره دي، هفضي البتاع الأولى كلها واوريكي. كده خلاص انا مشغله الفرن. ما تشغليش من فوق، شغليه ايه من تحت بس، وما تعليش النار قوي، خليها ايه يعني متوسطه. وحطيها في الفرن واتفرجي بقى على احلى كيكه رواني، وسهله وسريعه يعني. بيضه واحده مفيش غيرها، ومفيش بيكنج باودر، ونقطتين فانيليا، يعني كوبايه ونص لما صلى على النبي. كوبايه ونص سميد، كوبايه ونص دقيق، آه كوباية ونص لبن، كله كده زي ما انت عارف السهل اهو. كله كوباية ونص لبن، سميد، دقيق زي بعض. خلاص. ومعلقة سمنة كده حلوة، مع كوباية ونص برضو لبن تدفيه على النار، وتفضيها عليه، وكله اضربيه في بعضه. معلقة خل او معلقتين خل وبس، ومعلقة ونص، وكوباية ونص سكر. شايفة؟ كوباية ونص سكر، كوباية ونص دقيق، كوباية ونص دقيق سميد، كوباية ونص لبن، كله كده. واللهم صل على النبي، معلقة سمنة وكوباية زيت، بس مفيش غير كده خلاص. وهتحطها في الفرن وتفرجي بقى على احلى كيكة رواية. شايفين حبايبي؟ انا طلعتها من الفرن، بصوا الارتفاع، اللهم صل على النبي قد ايه، وبصوا بيضة من جوه ازاي، بصوا جمالها، بصوا احلى كيكة رواني. هتعمليها كده وايه وانت متهنية كده ان شاء الله. سهلة وسريعة ومية مية، وخفيفة اوي، ريشة ريشة اكنك مش شايلة حاجة اهي. شايفة؟ بس ما تعليش النار من تحت قوي. اتفرجي جمالها. بص الصينية اهي معمولة اهي. بصوا ريحتها كمان والله جميلة، مع انها عشان معمولة ببيضة واحدة مفيش غيرها. يعني انا ما حطيتش بيض كتير، انا حطيت بيضة واحدة بس. بصوا طعمها حلو ازاي. اعملي حاجة حلوة لعيالك كده، سهلة وسريعة وسميت. يعني هتاخدي كوباية ونص مفيش غيرها. كوباية ونص لبن، كوباية ونص
اللهم صل على النبي. سكر كوباية ونص، سميد كوباية ونص، دقيق. بصي كله يعني مش حاجات بسيطة خالص، بس ايه، وكوباية واحدة زيت ومعلقة سمنة، بس ده اللي هتعمليه. ونقطتين الفانيليا، وندعة ملح صغيرة ما وريتها لكوش، ندعة الملح بس. واتفرجي بقى على احلى كيكة. بص عالية ازاي وجميلة، بصوا جمالها، بصوا ارتفاعها قد ايه، مع ان والله يعني المقدار اللي عطيته لكم هو نفس المقدار. جميلة قوي. هما خدوا منها حتة اهي، ودي وانا طلعت الحتة دي وريتها لكم. بصوا جمالها. بصوا اعملوها كده واعملوا شير يا جماعة. ده انا القناة اللي بلاقيها ضعيفة بعمل لها اشتراك، بشترك والله عندها علشان تكبر شوية. وانا قناتي مش عارفة مش عايزة تكبر ليه، يعني مش هتخسروا حاجة يعني، ده اشتراك. اعملوا اشتراك كده ينبكوا ثواب. يعني بقالي كتير قوي والقناة مش عايزة تكبر، مع اني بعمل لكم والله حاجات كويسة ومفيدة واقتصادية جدا. يعني ما تدور على الفيديوهات بتاعتي تلاقيها كلها اقتصادية، عشان الناس الغلابة اللي ما عندهمش مثلا، ظروفهم صعب شوية، احنا كلنا ظروفنا صعب، فبيعملوا حاجات على قدهم يعني لعيالهم يفرحوا، حاجة حلوة ياكلوها. يعني انا ما بعملش حاجة مش حلوة، حاجات كلها مفيدة والله، وحاجات صحية، ما بعملش حاجة كده ولا كده. فانتوا يا ريت والله تشتركوا كده وتخلي اصحابكم يشتركوا، ونلقوا ثواب في امكم. يعني كل سنة وانتم طيبين بقى، وربنا يكرمكم يا رب كده ويحسن ما بين ايديكم ويسترها معاكم يا حبايبي. مع السلامة حبايبي، مع السلامة.